السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر في فيديو جديد في قناتنا. الفيديو بتاع النهاردة هنحل مشكلة أو تحديث في الواتساب. اليومين اللي فاتوا ناس كتير قوي كلمتني عشان خاطر الواتساب ابتدى لما بتيجي تبعت أرقام يقول لك this number is not active. ده تحديث في الواتساب ملوش علاقة بينا خالص، بس زي ما احنا اتعودنا إن احنا أي تحديث بيجرى طبعا المبرمج بتاع الأكاديمية أو الدعم بتاع الأكاديمية مجرد ما بيعرف ان في تحديث بالفعل بيبدا ان هو يشتغل عليه بحيث ان احنا ما نعطلكمش. فحاليا احنا عملنا التحديث دوت، وتقدر تشيل اداه الواتساب وتنزلها مره ثانيه من خلال الادوات بتاعتنا من خلال الاكاديميه. وهنبدا نمشي مع الفيديو دوت عشان خاطر اعرفكم ازاي نرجع نشتغل بالواتساب بدون ادنى مشكله. طبعا عايز لايك شير كتير للفيديو عشان خاطر كل الناس اللي معاها الادوات ووقفت منها حته الارسال دي يبدا يوصل لها الفيديو. طيب يلا بقى ما ناخدش وقت ونبدأ نشتغل على طول. أول حاجة هنخش على العضوية بتاعتنا عادي خالص، وهنروح على الداونلود. نبدأ ننزل أداة الواتساب من جديد AMC واتساب كنترول. هعمل لها داونلود زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ إن أنا آخد الباسورد ده كوبي على بال ما الداونلود ينزل. هفتح الفايل اللي نزل وهنزل كده سطح المكتب، آخد الكلام ده واحطه هنا كده على سطح المكتب. انا حاطه بالفعل، هيقول لي دخل الباسورد. ادخل الباسورد عادي خالص وادوس اوكي. طبعا انا مش هعمل الكلام دوت، هقفل لان انا عامله بالفعل. طيب خلينا نمسح الارقام دي ونجيب ارقام جديده عشان نجرب تاني. طيب في البدايه هروح اجيب الارقام بتاعتي ايا كان هي منين. انا هروح اجيب ارقام من عندي انا عشان خاطر نجرب فيها. وليكن مثلا ده. تمام، الكام رقم دول هاخدهم كوبي، هسيفهم هنا. طبعا هشيل كلمه موبايل دي، هسيفهم وابدا بقى ان انا افتح اداه الواتساب. طيب هنبدا تشتغل معانا. هيقول لي هات الايميل والباسورد. طبعا هحط الايميل والباسورد بتوع العضويه واعمل لوج ان. اول ما تفتح معايا هعمل ابديت عشان خاطر يعمل ابديت لكل المتصفحات اللي انا بشتغل بيها. لحد هنا كله تمام ومفيش ادنى مشكله زي ما كنا بنشغلين، صح؟ تمام. بعد كده هختار المتصفح اللي انا حابب اشتغل بيه وليكن كروم، وادوس سيلكت براوزر اند جو. اول حاجه هعملها هدوس على العلامه الخضراء عشان افتح الرقم اللي انا هبعت منه، وليكن الرقم دوت. هدوس عليه مرتين، هيبدا يفتح القناه بتاعتي زي ما احنا شايفين مع بعض. اتاكدت ان الرقم فتح. طبعا انا لو ما عنديش رقم بدوس على كرييت شانل، فبيبدا يفتح لي ان انا اسجل رقم جديد. هسجل رقم جديد وهيبدا ان اعمل له سكان للكود بالواتساب عشان يبقى عندي هنا. طيب انا عندي الرقم بالفعل ففتحته. هبدا اقفل دي وابدا اروح ان انا ابعت الرسائل. هدوس على علامه الارسال، اختار الرقم اللي هبعت منه او لو اكتر من رقم اختارهم كلهم. كليك يمين امبورت، اختار تكستايه اللي انا عايزها وابدا احط الرساله اللي انا هعملها، وليكن السلام عليكم، وهدوس سند. طبعا لو حابب ابعت صوره هدوس فوتو هنا وابدا اختار الصوره. لو حابب فيديو بدوس هنا وابدا اختار. طبعا انا دوست سنت. بعد كده هدوس سنت. انا عايز اوريكم المشكله كانت بتطلع ايه. بيقول لي سجل كامبين، فهقول ان اسمها 1 2 3 وادوس كرييت. بصوا مجرد ما هعمل ارسال يبدا يقول لي ان الهاتف الذي تمت مشاركته غير صحيح زي ما بيظهر قدامنا كده. كله هيعمل معايا نفس الكلام، كله هيقول لي فيل نمبر doesn't exist. احنا جربنا اهو عشان نعرف ان هو هيعمل كده بالفعل. بص كله هيطلع نفس الكلام نمبر doesn't exist. فانا هوقف وهبدا اعمل كلير. نبدا بقى ان احنا الحل بتاعنا. دي كانت المشكله، طب يلا نحلها. يلا نحلها. هعمل ايه؟ هروح للرمز بتاع علامه الاندرويد ده وهدوس عليه. مجرد ما بدوس عليه هيفتح لي اللي قدامنا ده. اول حاجه هعملها ان انا هعمل convert to VCF فايل. دوس عليه كده، هيقول لي فين الفايل اللي انت عايزه. هاخد الارقام اللي احنا كنا بنرفعها وادوس اوبن.
هيقول لي طيب عايز تسيفها فين؟ هختار المكان اللي عايز اسيفها فيه واقول له وليكن هي اسمها 1 2 3 4 وادوس سيف. خلاص كده هقفل دي وهبدا ان انزل الاداه. طبعا هدوس له هنا اداه وانزل دي كده زي ما احنا شايفين اهو. اللي انا لسه مسيبه بقى موجود. طيب اعمل ايه بقى؟ انا لازم احط ده على الموبايل بتاعي اللي هبعت منه. طيب نحطه ازاي؟ يا اما هوصل الكابل يا اما هقول لكم على الطريقه الاسهل اللي احنا نشتغل بيها، وليكن نفتح درايف. هدوس على ملفاتي وهبدا ادوس على كلمه جديد واقول له تحميل ملف. هروح بقى للملف اللي انا لسه عامله اللي هو 1 2 3 4 واعمل له اوبن. هيبدا يحمله زي ما احنا شايفين كده بيقول لي اكتمل التحميل. طيب لما اعمل ريفريش هلاقي الملف اهو متحمل بالفعل. طيب تمام اعمل ايه بقى؟ خلاص هنا كده الموضوع انتهى. تعالوا نروح للموبايل عشان خاطر اوريكم هنعمل ايه. هروح للموبايل بتاعي عادي خالص وهروح افتح درايف. مجرد ما يفتح معايا درايف هختار الاكونت اللي انا رافع عليه الكلام ده اهو. الفايل هدوس عليه بحيث انه يعمل له داونلود. بيقول لي عايز تحفظ جهات الاتصال ديت لان هي هتتعمل عندي اكنها جهات اتصال على انه ايميل. انا هختار ايميل بعيدا عن الايميل الاساسي اللي معايا. طيب بيقول لي تم الانتهاء من استيراد ملف اللي انت عامله. طيب وبعدين هروح للواتساب بتاعي الطبيعي خالص اهو. هدوس على العلامه بتاعت ارسال الرساله بحيث يفتح لي جهات الاتصال وهدوس هنا وادوس تحديث. قال لي اهو تم تحديث قائمة الاتصال إليك. بس كده بس كده. هروح بقى تاني للجهاز وابدا افتح اداة الواتساب عادي. اعمل ارسال نفس اللي احنا عملناه هو بالظبط، بس المرة دي هحط التكستاية اهو وهقول السلام عليكم. ادوس سند واقول ان اسمها 1 2 3. بصوا بقى المرة دي لما هدوس بلاي ايه اللي هيجرى؟ بدأ انه يبعت عادي خالص بدون ادنى مشكلة. ما كفايه اول ثلاثه اللي كان فيهم مشكله هم بقوا سكسس. فهيبدا يشتغل عادي في كل الارقام اللي احنا عملناها. الموضوع بسيط، هو بس التحديث الاخير من الواتساب هو اللي عمل المشكله ديت. فاتمنى ان تكون الخطوات سهله وواضحه. وطبعا لو في اي مشكله او اي حد عنده سؤال يقدر يبعت لي في الكومنتات او يكلمني خاص او على صفحتي او على اليوتيوب او اي مكان. انا تحت امركم. كان معاكم احمد نصر. ما تنسوش طبعا سبسكرايب في القناه عشان اي تحديث جديد تبقوا انتوا على اطلاع بيه، ولايك للفيديو. سلام عليكم.